لو انت عندك اللمبه اللي هي الخلفيه لما بتيجي تدي فرامل ما بتنورش، او مثلا لما تيجي تدور مارش تلاقيه بيد الفرامل طبعا تلاقيه ان هو بيعلق معاك مثلا او مش راضي يدور، يبقى من الاحتمالات اللي عندنا ان احنا لازم نراجعها هي الحساس. طيب الحساس دوت زي ما انتم شايفينه كده هو عباره عن جهاز كده زي ما انتم شايفينه، بيبقى فيه زي زرار هنا عشان لما بتضغط الفرامل فينور اللمبه الخلفيه، ودولت بيبقى طالع منه زي 2 ترمال كده، ودولت المسؤولين عن الايه التدوير لما تيجي تدور بيد الفرامل. طيب دوت بيتواجد فين بقى؟ دوت شايفين كده بيتواجد تحت اليد بتاعه الفرامل، بيبقى مربوط بمسمار كده صليبه، فاحنا بنفك القديم وبنركب الجديد زي ما هوريكم في الطريقه كمان شويه. طيب بصوا يا جماعه زي ما احنا شايفين كده دوت مكان الحساس اللي هو طالع منه الفيشتين دولت، تمام؟ هو بيبقى مربوط بمسمار صليبه، احنا يا دوبك هنفكه وهنركب الجديد وان شاء الله المشكله هتكون اتحلت. طيب عندي الترمال دوت اهوت، تمام؟ بفكهم كده اشيلهم خالص، تمام؟ اهو الحساس مربوط بمسمار صليبه من تحت، هشيله واركب الجديد واوريكم. يلا بينا. احنا خلاص كده ركبنا الحساس الجديد زي ما انتم شايفين اللي طالع منه اللي هو اللي 2 ترمال دوت، ودوت الفيشتين اللي شلناهم منه، هنركبهم دلوقتي ونجرب في التدويره. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده انا ركبت اهوت الترمال. طيب تعالى كده نشوف التدويره ماشيه ازاي. ادي اللمبه اهي الخلفيه زي ما انتم شايفين اهيت منوره اهيت زي ما انتم شايفين. طيب تعالى كده نشوف التدويره بقى ماشيه ازاي. تمام، انا ايدي اهيت على الفرامل طبعا، تمام؟ يلا بينا على المارش، بسم الله. اوه زي ما انتم سامعين كده تمت العمليه بنجاح الحمد لله.